السلام عليكم. مرحبا بالجميع. هذه أول مرة أستخدم صوتي في إحدى الفلوجات، فاعذروني إذا كان صوتي مش حلو. على العموم بالمختصر لسالفة أنا اتمرمطت يا جدعان، هو بعد ما دخلت محطة القطار جلست بإحدى المقاهي وأقلب بالجوال وأتصفح صور الرحلة. بعد فضلت أروح أكمل بقية الوقت عند رصيف القطار. رحت لبوابة دخول رصيف القطارات، سألت الأمن عن القطار المتجه للقاهرة وقال لي انزل شمال وإلى هناك. رحت للرصيف، كان فيه تجمع من المسافرين. سألت واحد منهم هذا الرصيف القطار المتجه للقاهرة؟ وقال لي نعم. وقفت معه منتظر إلى أن يصل القطار. طبعا وصل القطار، للأسف ما نظرت للساعة والتذكرة المعرفة وقت الرحلة. طبعا أنا حجزي قطار متجه للقاهرة مباشرة على درجة VIP برايم عربة رقم 2. طبعا وصل القطار وبدوا الناس يطلعون، وأنا مشيت أدور على عربة رقم 2. فتحرك القطار وهنا أصبحت متردد أصعد أو إيه، يمكن أفقد رحلتي بالقطار العودة. على العموم طلعت أول العربة قدامي وبدأت أمشي من عربة إلى عربة، كلها أبحث عن عربة رقم 2 على أساس إنها عربة VIP. طول ما أنا ماشي كل العربات متشابهة زي ما نشوفه في الأفلام المصرية، شعبية وعادية، مليانة ناس ونسوان شايلين بكشات وحلل، وناس تسولف بصوت عالي، وبايعين رايحين جايين، نوافذ مفتوحة والأجواء باردة ولا صوت القطار عالي. إلى أن وصلت للعربة رقم 2، وهنا أيقنت أنه القطار الخطأ. وقلت لنفسي إيه اللي عملته يا باسم؟ سألت الركاب هذا القطار متجه للقاهرة؟ قالوا نعم. طيب فين العربة VIP؟ طلعت التذكرة من جيبي وأدقق فيها، في موعد قطاري هو 7:13 المساء، وأنا طلعت قطار 6:15 المساء. قلت ما في مشكلة، حنوصل القاهرة بدري. ولكن مع حديثي مع الركاب اكتشفت بأن هذا القطار رحلته أطول، لأنه بيوقف في عدة محطات وبطيء بعكس الآخر، سريع ومباشرة إلى القاهرة. طبعا القطار مباشر للقاهرة يستغرق 2 ساعة، وهذا القطار يستغرق 4 ساعات ليوصل القاهرة. فيسألوني الركاب أنت من وين؟ وأقول لهم أنا سعودي الضايع عاوز أرجع القاهرة. هم يطمنوني بأني بوصل القاهرة إن شاء الله، ولكن أصبر وتحمل. فسلمت أمري لله وتقبلت الأمر. طيب بعد ذلك أبحث عن مقعد للجلوس، ولكن للأسف لا يوجد لكثرة الركاب، هناك مثلي لم يجدون مقاعد لهم. فوجدت مكان لا بأس به للوقوف خلال الرحلة، ولكن مع مرور الوقت تعبت فجلست على الأرض. ويمضي الوقت، حزن علي واحد من الركاب وقال لي تعال اجلس مكاني، محطتي هي الجاية. أخذت مكانه، لكن يظل الوقت هو العامل المرهق الأكبر في الرحلة. وخلال الرحلة كان صوت القطار مزعج وعالي ونوافذ مفتوحة والأجواء باردة، ونتحمل إلى أن جاء نداء الطبيعة أريد الحمام أكرمكم الله. ورحت، وكان أشبه الموضوع بطلوع لقمة إيفرست لصعوبة الموقف. فنظافة الحمام سيئة جدا والراحة لا تطاق، أحتاج إلى أكسجين. ولكن تخطينا هذه العقبة والحمد لله. خلال الرحلة تواصل مع صاحبي بسطاوي، وكل ما نتكلم مع بعض نبدأ الحديث وضحك على هذا الموقف. وهو يقول لي ربنا معاك، انت اتنفخت يا صاحبي. على العموم من محطة إلى محطة، ودقيقة وراها دقيقة، وساعة بعدها ساعة، يقل عدد الركاب في العربة.
لين تقريبا وصلنا ما بين 10-15 شخص. وصل واحد من الركاب قد ايش ونوصل القاهرة، ويقول لي قربنا، الى ان بدأت اشوف اضواء ومعالم القاهرة. مش سيعتني. اخيرا وصلنا محطة رمسيس ولله الحمد. قصة طريفة حبيت أسردها لكم ولن تنسى، وهذا جزء من متعة السفر والترحال. خذ تجارب مختلفة تتعلم منها. وإلى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه الليلة. نتمنى لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.